بتقول لي عايز انتظم في الصلاة ومش عارفة. كل ما انتظم شهرين او 3 ارجع انتكس تاني. بلاش كلمة انتكس دي يا شيرين عشان كلمة تقيلة قوي انت ما تستاهليهاش. ممكن ارجع ما انتظمش تاني، بس كلمة انتكاسة دي كلمة مش حلوة. وكل شوية كده تعبت وعايزة حل. هقول لك على خطوتين 3. الخطوة الاولانية، لا تشترطي يا شيرين على نفسك في الصلاة الخشوع. صلي حتى لو مش حاسة بأي حاجة. انتظار واشتراط الخشوع بيتقل الصلاة. حاولي على قد ما تقدري تركزي في الصلاة فتحسي بالخشوع، لكن لو ما حسيتيش صلي حتى لو مش حاسة بأي حاجة. رقم 2، رتبي أولوياتك يا شيرين على مواعيد الصلاة. فانزلي من بيتك متوضية على قد ما تقدري، ولو محجبة خلاص يبقى لبسك ينفع للصلاة، لو مش محجبة خدي معاكي إسدالك في شنطتك علشان لما الأذان يأذن تعرفي تصلي في أي مكان. الحاجة الثالثة، ادعي كتير قوي إن ربنا سبحانه وتعالى يوفقك للصلاة. الصلاة مش صعبة، الصلاة محتاجة إنها تتحط في الأولويات. اللي بيحط الصلاة في أولوياته بيعرف يواظب على الصلاة. لا تشترط الخشوع عشان واظبي والخشوع هيجي. 2، رتبي أولويات يومك. 3، ادعي كتير، وكل ما يحصل وقعة تكملي لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى ياخد بإيديك إن شاء الله.